السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد. في تطور مفاجئ هزت أجواء سوق انتقالات الخليجية. بات المهاجم الصربي المخضرم ألكسندر متروفيتش نجم نادي الهلال السعودي على أعتاب الخوض تجربة جديدة في الدوري نجوم قطر، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أحد الأندية القطرية خلال الأيام القليلة المقبلة. وفقا ما كشفت الصحافة الدولية، فإن الصفقة المنتظرة قد تشكل نقطة تحول في مسيرة أحد أبرز المهاجمين الذين مروا على الكرة السعودية، بما انضم متروفيتش إلى صفوف الهلال السعودي في صيف 2023 قادما من فولهام الإنجليزي في صفقة ضخمة تجاوزت قيمتها 50 مليون يورو، ووقع عقدا يمتد حتى صيف 2026. خلالها موسم الأول أثبت المهاجم الصربي قيمته الكبيرة بعدما سجل 22 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 36 مقابلة بمختلف البطولات، ليترك بصمة قوية في هجوم الهلال قبل أن تحرمهم الإصابة من المشاركة أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية. خلال الأسابيع الماضية ارتبط اسم متروفيتش بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر أندية بارزة مثل مانشستر يونايتد، نيوكاسل يونايتد، وتوتنهام وفولهام ناديه السابق. لكن المؤشرات الأخيرة تؤكد أن اللاعب البالغ من العمر 30 سنة بات أقرب مغادرة الدوري السعودي نحو الملاعب القطرية، حيث يسعى لإضافة محطة جديدة في مسيرته الكروية الغنية بالإنجازات. غادر متروفيتش السعودية الأحد الماضي متوجها إلى معسكر المنتخب بلاده بعد استدعائه من المدرب للمشاركة في تصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وأفادت تقارير إعلامية أنه اصطحب معه التقرير الطبي الخاص به بإصابته في عضلة الساق، أضاف إلى البرنامج التأهيلي الذي أعده الجهاز الطبي للهلال لتسليمه إلى الطاقم الطبي للمنتخب الصربي قبل مواجهته لاتفيا وإنجلترا. رحيل متروفيتش المحتمل إلى قطر قد يفتح الباب أمام الهلال لإعادة ترتيب أوراقه الهجومية قبل استكمال منافسات الموسم الجديد من الدوري روشن السعودي. في المقابل، ستشكل صفقة انتقال نوعية لأي نادي قطري يمكن من الظفر بخدمات المهاجم. يملك خبرة كبيرة وطويلة في الملاعب الأوروبية والخليجية، إذن متروفيتش قريب من الدوري القطري. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.